تتواصل الأشغال النهائية داخل ملعب مولاي عبد الله بالرباط بوتيرة متسارعة، حيث يتم حاليا التركيز على إتمام التفاصيل التقنية والفنية التي من شأنها أن ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية. ومن بين أبرز هذه الأشغال، يتم حاليا تثبيت شاشات ليد احترافية على مقدمة المدرجات السفلية والعلوية، في خطوة تهدف إلى تحديث التكنولوجيا للملعب وتعزيز تجربة المشاهدين، سواء داخل الملعب أو عبر النقل التلفزي. تعد هذه الشاشات من أحدث ما توصلت إليه تقنيات العرض البصري في الملاعب، حيث تعتمد على مصابيح الليد Light Emitting Diode التي توفر صورة عالية الجودة ودرجة سطوع قوية تتجاوز 6000 شمعة في المتر المربع، ما يضمن وضوحا ممتازا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تتميز هذه الشاشات بدقة ألوان متقدمة وزوايا مشاهدة واسعة، مما يضمن وضوح الرسائل البصرية والإعلانات من مختلف الزوايا داخل المدرجات. وتكمن أهمية هذه التقنية أيضا في قدرتها على عرض مقاطع الفيديو والإعادات اللحظية والإعلانات التجارية بشكل ديناميكي وسلس، نظراً لمعدل التحديث المرتفع الذي يفوق 3800 هرتز، وهو ما يضمن خلو الصورة من أي تشويش أو تأخير. كما أن هذه الشاشات مقاومة للعوامل المناخية ومصممة خصيصاً لتحمل الظروف الخارجية مثل الحرارة، الغبار، والرطوبة، مما يجعلها مثالية للاستخدام المكثف في المنشآت الرياضية الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث شامل يشهده الملعب استعداداً لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية، حيث لا تقتصر الأشغال على التجميل السطحي، بل تشمل تقنيات العرض، البث، والتفاعل مع الجماهير، وهو ما يكرس رؤية المغرب في جعل البنية التحتية الرياضية نموذجاً في القارة الإفريقية والعالم العربي.